تخيل نفسك انك خليت بنفسك يوم كده او ساعة او شوية. عملت ايه بقى؟ لقيت بابا وماما نايمين واخواتي نايمين والدنيا كلها تمام، مفيش حد صاحي او هما بره او هما قاعدين بيتفرجوا على حاجة مهمة مش مركزين لي. فدخلت انت باوضتك كده، انت مستعجل بقى انك عايز تفتح، ماشي، دخلت اوضتك كده وقفلت الباب، ما ركزتش حتى ان الباب اتقفل كويس، وجبت اللاب او الكمبيوتر او حتى الموبايل وكتبت www. موقع اباحي او اسم الموقع .com، وانت مستني بقى الموقع يفتح، قاعد بقى متغطي كده بالبطانيه، ولا حتى قافل الاوضه عليه متغطي كده، ولا حتى مش متغطى، اصل قافل الباب وقاعد مستني الموقع يفتح. لقي الموقع فتح ولقي حد بيعمل له اكتف كده. هو بقى عقله بقى هيعمل ايه؟ ايه ده يا لهوي، ايه اللي فتح ده جه ازاي ده؟ وهو اصلا ما بصش مين بيعمل. ده جه ازاي يا لهوي؟ اطلع يا عمي، اطلع. ايه ده استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، ايه ده يا جدعان؟ وانت بقى بصيت بقى مين؟ توقع لقيت امك او ابوك او اللي انقح من كده. مين يا عم اللي انقح من كده؟ لقيتها اختك وبصت على الحاجات دي. انت رد فعلك هيبقى ايه؟ خفت صح؟ اتخضيت، اترعبت. انت دلوقتي انت بتسمع الفيديو قلت انا مش هجيب الحاجات دي تاني. طب وربنا اللي بينظرك من فوق 7 سماوات وهو شايفك كده، انت مش محروق كده من ربنا؟ مش محروق كده وربنا ينظر اليك من فوق 7 سماوات وانت بتعصيه على ارضه وبشغل دي؟ ده الرسول قال لك العين تزني وزناها البصر، والاذن تزني وزناها السمع، وهو لاخر الحديث. انت مش محروق من نفسك؟ مش مستحي قدام الله؟ ولا انت من ضمن الناس اللي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا.